السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا في اخر الموسم كده، في اخر الموسم هنروح كندا وندرلاند. طول الصيف عاوزين نيجي بس ما حصلش نصيب، واحنا بقى على الخريف اهو. حاطين حاجات الهالوين والبامب كانوا الكلام ده هوت. بصوا اول ما يعملوا الديكوريشن ده. قبل كده قبل الكورونا جينا بس ما كانوش بيبقوا عاملين الديكوريشن ده قوي، بس المرة دي عاملين. بصوا الشكل اللي عاملينه شكل تحفة. بصوا الحاجات. فأنا عاملة فيديوهات قبل كده عن كانت وندرلاند، بس إن شاء الله المرة دي تبقى برضك حاجة مختلفة وفيديو جديد وتستمتعوا بيه معانا زي ما انتم شايفين النافورة ورا ويلا بقى استمتعوا معانا. بصوا الحاجات اللي ورا دي واحنا لسه داخلين اهو. وبس كده، يلا نروح مع بعض. وعاملين بيبقى بالليل. لسه الاسبوع الجاي كده بيبقى في اخر سبتمبر بيعملوا بقى يعني زي هانت اللي هو بيبقى فيه بقى حاجات اللي هم بتوع الهالوين. بيبقى فيه عفاريت، ناس عاملين بقى عفاريت وحاجات بيبقوا بالليل للكبار، يعني هو للصغيرين في اخر في 23 سبتمبر والكلام ده بيعملوا زي تريك اور تريت ومش عارفه ايه وحاجات مسابقات وحاجات للعيال. بيبقى فترة الصبح وبعد كده من الساعة 7 بالليل بقى والدنيا ضلمة كده بيبقى بقى تلاقي الناس لابسين بقى كوستيوم وحاجات ويطلعوا بالليل ويخوفوكوا ومش عارفه ايه والكلام ده بيبقى بالليل. فبس ما بيبقاش شامله السيزون باس او التيكت العاديه، بيبقى اللي عامل الجولدن بس هو اللي بيبقى بيدخل فيها بس. ودي الهوليكوستر المعروفه الكبيره دي. على امل ان انا اركبها المره دي. كل ما كنت باجي ما كنتش بركبها صراحه، كنت بخاف، بس على امل نركبها المره دي. بيتزا جنبيها سكيلتون في كل حته. طبعا في محلات اكل بس طبعا الاكل هنا غالي شويه. انت لو جايين بالعربيه ممكن تسيب الاكل بره. هو ممكن تدخل بسناك وحاجات للعيال بس ممنوع الاكل. بس ممكن تسيب، لو انت جايب العربيه ممكن تسيب الاكل بره، تطلع تاكل وتدخل تاني. لو انت عايز توفره يعني. في شلال هنا. المهم يعني ايوه تعالى يلا ندخل اللعبه دي. ساعات بيبقى في عروض، الناس بتنط من هنا وبيعملوا عروض يعني كل شويه. ثواني بس، كل شويه بيعملوا عروض معينه. اللعبه دي انا ركبتها قبل كده، الصاروخ ده هوت. فبيبقى في عروض كتير طول السنه بقى. لو انت معاك السيزون باس بتدخل على الموقع بتاعهم بتلاقي فيه كل شويه في عروض، حاجات للاطفال، حاجات للكبار. بيبقى فيه فestival كل شويه بيعملوا لكم، بيبقى ابديت كل شويه، بيبقى فيه فيستيفالز كتير. وهنا بيبقى فيه مكان بتحطوا فيه الشنط بتاعتكم والحاجات بتاعتكم، بيبقى ليها قفل وكده. في جزء بتبقى العاب مائيه بس طبعا قافلينها دلوقتي عشان بدأ الوقت بتاع الفول او بتاع الخريف، فالالعاب المائيه اتقفلت. بس بتبقى ملاهي مائيه فظيعه. بص اللعبه دي حلوه، دي بتدخلي في كهف ضلمه بتقعد تضرب الوحوش جوه. حلوه دي. بص الطابور عليها قد ايه. هي اوحش حاجه بقى في اللعب دي الطوابير. في العاب طبعا من دي كتير. بصوا الحاجات دي، بس دي طبعا
خارج التذكرة بتدفع لها فلوس زيادة طبعا. ما انصحش بيها. في ألعاب بتبقى للأطفال، في جزء للأطفال طبعا، بس لسه احنا مش هنروح دلوقتي، عايزين الحاجات بتاعت الكبار الأول. وفي حاجات يعني عشان سن أولادي كبروا شوية، ففي ممكن حاجات هي بالطول طبعا بحسب الطول، فممكن يركبوا معانا، يعني في حاجات ممكن يركبوا فيها معانا. ده الإكزيت. فبنشوف الحاجات بتاعت الكبار الأول، وبعد كده بنروح عند الجزء بتاع الصغيرين. فألعاب هولوكوستر بقى كتير. شايفين الزحمة اللي احنا فيها. طبعا محلات الأكل كتير. اللعبة دي شكلها حلو، عايزاها ما تشتغل. شايفين اللي بيتحدفوا زي النبلة دول؟ كان فوق قوي دلوقتي. بص دي زي المراجيح بس بتطلع فوق. ألعاب كتيرة. دي ركبتها كذا مرة، مش عارفة هينفع العيال يركبوا معانا ولا لأ. هنحاول نركبها دلوقتي. ادينا بنمشي. ركبنا أول لعبة. الانتظار، مشكلة الانتظار. وعايزين نركب دي. بص بتنزل تحت المية هنا اهي، شايفينها اللفة دي كده. بس بحاول اجيب الالعاب اللي ينفع كلنا نركب فيها. الانتظار كمان فظيع. وطلع اللي انت ممكن بتدخلوا على اب. اول ما بتدخلوا دلوقتي مفيش خريطه تاخديها في ايديك، بتدخلوا بالكود، بتعملي سكان بالكود وبتدخلوا على الاب. هو بصوا الطابور قد ايه بتاع الالعاب. المهم هو بيسكان. بتدخلي على الالعاب بقى كل واحده، وممكن الانتظار بتاعها قد ايه، انتظار اللعبه قد ايه. عايزه اشوف. بص الناس واقفه قد ايه. بص فوق، واقفين الزق فوق. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. شايفينهم. ويتلفوا فوق. ده ايه التعذيب ده؟ دي بتلف كذا مرة. بصوا اللعبة دي فظيعة. انت ممكن اصلا بتطير عادي، وفي الناس اللي بتلف نفسها. نزلت. كنت عايزة اوريك هو بيعمل ايه. I jumped over the fence and they left him back. But he was mine. That's the whole Are these good? If we don't ever like you said it last one, it's still like I'm gonna cry. When I say you say higher. I mean, I say when I say you say higher. So we're going to 3, 2, and 1. Goodbye. دي حاجة من الاحتفالات اللي شغالة دلوقتي. ده جيرمان الألمان، بيرة، احتفال بالبيرة وبالأكل بتاع الألمان. وده بيبقى فيه مسرح جوه. ساعات بيبقى برضك احتفالات، بيبقى فيه مسرحيات جوه او عروض برضك. لو جايبين العرض بتاع السنة يعني، بيبقى فيه حاجات جوه بتتعمل شو.
بص ده برضك حاجات اهي بتحصل. الزحمة بتاعت الناس. شايفين؟ دي كيكة كده او حلويات اسمها فانل كيك. دي عبارة عن زي الكيكة دي او البان كيك ده، بتحط عليه سكر بودرة، وزي ما انتوا شايفين كده بتحط عليه ايس كريم. هتشوفوا يس، حط عليه الايس كريم هناك اهو. دي مشهورة بيها هنا وفي اسمها ايه، نياجرا فول. حط عليها الايس كريم وبعدين تحط عليها صوص الفراولة ده. شايفين عاملة ازاي؟ دي واقفة هنا ب17.5، وشوف بعد الضرايب يعني ممكن توصل ل20. يلا خدها يا بس. ده الجزء بقى بتاع الأطفال، ده كوكب الأطفال. أول حاجة العربيات دي بس. هندخل بقى عند جزء الأطفال. بصوا اللعبة دي. هنا عاملين بقى اكتيفيتي للهالوين، فهنا ممكن تعملوا حاجات للبامبكن، يعملوا اشكال البامبكن، بس دي بتدفعي $5 زيادة. وهنا بقى بياخدوا حاجات يعملوا بيها تريك اور تريت، يدخلوا. وهنا معاهم اكياس، يدوهم تريك اور تريت، يديهم تريت هنا، بعدين يكملوا في الغابة دي. داخلين في ميز بقى اكنها هنا دورة. بص بص في تمثال هنا. ماشي ماشي ماشي، في تمثال هنا. خيال مآتة. عاملين ميز بقى كده، متاهة. الناس واقفين لابسين كوستيوم. بص بص بيتكلموا بطريقة غريبة. بس وريني الدورة دي، مش فيك، دي ناشفة بس. عاملين برضك بيت رعب. بصوا بس للصغيرين، مفيش حاجة كده هتطلع لك من أي مكان. بصوا استنوا يا عيال، خليكم معايا. في عيال خايفة. لكنه بيت مهجور بقى وحاجات زي كده. هاي يا حيني. بص الأسماك دي، هو ليه عاملة الإضاءة كده؟ ماي جاد، بيقول لك اهلا بيك في الجنينه بتاعتي.
البلورة، مين عاوز يشوف القدر. لا الجنينة بتاعته حلوة. باي. فاست. ده ايه ده؟ أوضة عروسة يا عيني. يا عيني مين عامل فيه كده؟ بص. ايه في ايه؟ تعال، الدنيا ضلمة. ده ايه ده؟ عنكبوت. Have a great rest of your day. Thank you. دي قاعدة في المخزن دي ولا ايه؟ خلاص. فان. Do you know the guy that came out of that وخلاويص كده خلصنا الرحلة بتاعتنا في كندا وندرلاند، والدنيا ليلت علينا. يا رب تكون عجبتكم. وبصوا اللعبة دي اللي طالعة فوق دي. ولسه الساعة 8 دلوقتي بتقفل، هي الساعة 8 خلاص. الوقت بتاع الخريف بتقفل الساعة 8. وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. ويا رب تكون رحلة حلوة. احنا استمتعنا بيها، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا. واي حد في كندا يجي ويبسط العيال وهو يتبسط، الكبار بيتبسطوا طبعا برضك في كندا وندرلاند هم كمان. والصيف طبعا بيبقى اكتر. بتقفل في الصيف الساعة 11 اتهيألي. هي في الخريف وفي الشتاء طبعا بتقفل بدري شوية. وبس كده، يلا نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي. Sorry.